حكاية قديس وشهيد. قصة القديس فيبيانوس بابا روما، كان بطريرك على روما ومحبوب جدا من الشعب، وكمان كان بيعلم الشعب بكل محبة، والشعب اتعلم منه حاجات جميلة جدا عن رب المجد يسوع المسيح. لكن في الوقت ده حصل انه دقيانوس القائد قام على فيليبي الملك وقتله وجلس مكانه، وبعد ما جلس مكانه وخد مكان الملك امر انه كل المسيحيين يعذبوهم، وانه لازم كله يبخر ويسجد للاوثان. وكان في عصره وفي ايامه في اضطهاد شديد جدا على المسيحيين، كمان خلى كل الاماكن بقت اماكن كفر واماكن عباده للاوثان وكمان تقديم الذبائح. وفي الوقت ده كان القديس بيقوي المسيحيين ان هم ما يسجدوش ويبخروا، فلما عرف الملك بكده جاب القديس فيبيانوس وامر ان هو يسجد ويبخر، لكن القديس ما رضيش يسجد ويبخر، عذبه عذابات شديده جدا. وبعد ما عذبه عذابات شديده امر بقطع راسه، لان برضو كان ايمانه قوي وكان ثابت في الايمان وبرضو بيثبت المسيحيين معاه، فامر في الوقت ده بقطع راسه. واستشهد القديس وكان على الكرسي بقاله 12 سنه. وبركه القديس فيبيانوس تكون معانا، ولربنا المجد الدائم الى الابد، امين.